ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده بنتكلم فيه عن 15 حاجه سمعتها عن مجال يو اكس اي ديزاين غلط، والحاجات ديت بصراحه هتضرك لو انت ما تحققتش من مصداقيتها، وممكن تاثر اصلا على مستقبلك المهني، ويمكن اصلا ما تتعلمش المجال بسببها. فقبل الفيديو اتمنى تشترك في القناه لو لسه ما اشتركش، نوصل 100,000 مشترك. وبس يا سيدي، يلا نبدا الفيديو ونظبط دنيتنا. اول حاجه غلط ممكن تكون سمعتها: المجال ده سهل قوي. المجال دوت انت بس بتتعلم تطبيق كده اسمه فيجما ولا ادوبي اكس دي ولا سكتش ولا فريمر ولا ويب فلو ولا مش عارف ادوات ايه اللي موجوده في السوق، وترسم شويه مربعات والوان وكانت هتلاقي شغل. لا، المجال مش كده. ليه؟ لانه المجال مش بس انت بترسم بعض الشيبس او انك بتعمل نفس الديزاينز اللي هي موجوده اصلا وبتشفها من المواقع اللي موجوده. مش كده. الفكره نفسها ان المجال بتاعنا احنا بنحل فيه مشاكل مستخدمين، وبنهدف كمان ان احنا نعرف اهداف البيزنس عشان نخدمها هي ومشاكل المستخدم. فاحنا بنتكلم عن مش بس منظورك لاداه انت بتستخدمها للتصميم، انما كمان منظور البيزنس المنتج بتاعه، وفي نفس الوقت ليه العميل او المستخدم هيستخدم المنتج دوت. اسال نفسك: انت ليه بتستخدم فيسبوك؟ ليه بتستخدم تويتر؟ ليه بتستخدم يوتيوب؟ الحاجات دي هل من حلاوتها ولا لانها بتقدم لك ميزه او قيمه مهمه جدا؟ فيسبوك الاصحاب، اليوتيوب فيديوهات وكورسات وحاجات كتير جدا مجانيه زي مثلا انا بقدمه، وتويتر مثلا الاخبار ومش عارف ايه. كل برودكت هتلاقيه مع انهم كلهم تحت كلمه سوشيال ميديا، لكن كل واحد بيحاول ان هو يقدم ميزه التاني مش قادر يقدمها او ما يقدرش ينافسه فيها. فالميزات هنا ديت احنا برضو اللي بنطلع بيها من معرفتنا بالمستخدم او بحثنا عنه، بحثنا في السوق، المنافسين، معرفتنا بالبيزنس واهداف البيزنس، وهل هي منطقيه مقارنه باهداف المستخدم واحتياجاته، وكمان متطلبات السوق والمنافسين وحاجات كتير جدا. فالاجابه السريعه هل المجال سهل؟ لا، المجال مش سهل. المجال محتاج اصرار وابداع، ومش بس ابداع لكن صبر، انك هتتعامل مع المستخدمين، هتتعامل مع ناس كتير جدا، هتحط نفسك مكانهم، هتتعلم ادوات وبعض الطرق والقوانين وحاجات كتير جدا محتاجه انك تطبقها في بعض الاحيان كلها، بعض الاحيان اجزاء معينه حسب المرحله اللي انت فيها في المنتج بتاعك، علشان تطلع باحسن نتيجه للمستخدم وللبيزنس. فمش بس انت اتعلمت اداه مثلا تقدر انك تلاقي شغل وهكذا، ممكن، لكن صراحه مش انصح، لانه هيجي عليك وقت وكل المشاريع اللي جايلك كلها صعبه جدا وانت ما اسستش نفسك صح، فبالتالي للاسف هتقع في المجال وهترجع ورا. لان دايما اي مجال بيبقى كده، لو ما اسست نفسك صح تقع، بتلاقيك بترجع لورا مش بتتقدم لقدام. فما تمشي ورا كلمه المجال سهل، لانه بجد هتصعب لك الدنيا خالص. تاني حاجه معانا الشهاده مهمه جدا. دي هتلاقي كلمه كتير جدا الناس بتقولها، وتلاقي بعض الشركات اصلا للاسف بتطلب كلمه شهاده، لكن ده ما يعنيش ان المجال كله بيطلب شهادات. بالعكس، مفيش شهاده تثبت ان انت تقدر تطلع منتج زي ما كنت لسه بتكلم مع اهداف المستخدم واهداف البيزنس، وانك تحلل المنافسين بتوعك والسوق، الحاجات دي كلها. انما ابداعك والبورتفوليو بتاعك والمشاريع اللي انت عملتها تقدر تثبت دوت. ومرحله الانترفيو طبعا مهارتك بتبرز، لكن شهادتك مش هتبقى حاجه قوي. اكتر حاجه مهمه في المجال دوت هي البورتفوليو، وفي نفس الوقت السي في بتاعك ومهاراتك اللي انت بتبرزها في البورتفوليو وفي السي في بتاعك. فالتلاته دول هم اهم حاجه. الشهادات ممكن بصراحه ما تبقاش محتاجها، لان انا كإيهاب مثلا انا متخرج ثالثه ثانوي سياحه وفنادق، ما دخلتش حتى جامعه، وبصراحه المجال دوت قدرت اشتغل فيه. اشتغلت بره، سافرت بره، واشتغلت شركات كتير جدا في دول امريكا اللاتينيه، وكمان في السعوديه وفي مصر واماكن تانية. فما شفتش موضوع الشهادات قوي الا يمكن مره واحده بس، شركه اتصالات بتاكد عليا: هل انت اخدت فعلا كورسات مش عارف في اي بي ام وفي جوجل وهكذا؟ ايوه خدتها، موجوده على النت ببلاش تقريبا. كان الموضوع بالنسبه لهم حاجه مريبه شويه، فطنشوني او ما كلمونيش بعدها، بس عادي برضه جالي عروض تانية كتير جدا والحمد لله. فاهم حاجه ان انت تبرز مهارتك، تبرز خبرتك في السي في والبورتفوليو بتاعك، وتعمل مشاريع قويه تثبت دوت. تالت موضوع او مؤامره كده: المجال ده هينقرض قريب لان الشركات مش محتاجاه لان هو مش مهم. ما فيش حاجه زي كده خالص بصراحه. ليه؟ زي ما كنت لسه بقول، المجال دوت اصلا من الجوهر الاساسي بتاعه ان هو بيحل مشاكل الناس. فممكن يكون عميل جاي مثلا، او شخص مثلا معاه كابيتال او معاه مثلا ميزانيه معينه عايز يعمل بيها مشروع، هو مش عارف عايز يعمل مشروع ايه، بس هو عنده شويه افكار. فانت كيو اكس يو ديزاينر او انت كيو اكس ديزاينر، انت دورك مهم جدا ان انت بتوضح له هل فعلا المشروع دوت قبل ما يخش السوق هينجح بنجاح كويس ولا لا. ان طبعا تبقى يوزر ريسيرش ويوزابيلتي تيستنج كمان عشان تشوف الديزاين وتشوف الحاجات دي كلها، وكمان تقعد كده تطلع بيتا ريليس بعد كده مع الفريق بتاعك ده، والفكره اتقبلت وشفت انها مهمه. فمفيش حاجه هتروح للمبرمجين وتتباصل للمبرمجين الا لما تكون انت اصلا اشتغلت عليها الاول. وفي نفس الوقت مفيش منتج هتطلعه الا لما يكون لازم فعليا بيحل مشكله للمستخدم، في نفس الوقت يكون بيهدف لنجاح البيزنس. لانه واحد من الاثنين لو وقع هيبقى خسران. لو بتهدف مثلا للبيزنس ومش بتفيد المستخدم، ما حدش يستخدم المنتج بتاعك.
كام واحد فينا سمع عن منصه اسمها تروث اللي هي بتاعه دونالد ترامب اللي هي عامله زي تويتر؟ ما حدش سمع فيها. ليه؟ لان ما حدش محتاجها. عندنا تويتر، عندنا منصات تانية كتيره، فليه ابدا من الصفر في منصه جديده؟ صح. منصه مثلا ثريدز اللي هي معموله من ميتا حاليا، مش عارف اذا كانت هتنجح ولا لا، لان في تويتر عندنا وفي عندنا منصات تانية كتير جدا بنستخدمها. الفكره نفسها لو انت عملت منتج زي باقي المنتجات اللي في السوق للاسف مش هينجح. لازم تكون بتحل مشكله خاصه بالمستخدمين وفعلا مهمه جدا ليهم. لو مشاكل صغيره ومش مهمه قوي، طب مش تبقى مفيده قوي، هيجي عليهم وقت وبعدها مش هيحتوي المنتج بتاعك، لان في منتج يكون احسن بيحل مشاكل اهم واكبر ومفيده ليهم. في نفس الوقت لازم تكون بتهدف لنجاح البيزنس واهدافه، في نفس الوقت تكون بتحل مشاكل المستخدمين. فالمجال ده مش هينقرض، بالعكس المجال دوت اصلا واحد من المجالات السريعه النمو وكمان سريعه في يعني زياده المرتبات في المجال دوت. انا بتكلم بصراحه، مش لو انا يعني بحاول ان انا اشوقك او اقول لك اتعلم وهكذا، لا، انا بس بقول لك حقائق. برضه هبقى اسيب روابط هنا مثلا في الديسكربشن من جلاس دور واماكن تانية عن المرتبات بتاعه مجال اليو اكس اي ديزاين في امريكا وهكذا. في مصر برضه من فتره احنا اتكلمنا عن الموضوع مع الباشمهندس اشرف عمران في القناه، هتلاقي برضه ان احنا اتكلمنا عن المرتبات، وهنرجع نعمل فيديو تاني ان شاء الله قريب يعني انا وهو عن موضوع المرتبات في مصر. رابع حاجه واللي هو انا هقدر الاقي شغل بعد دراسه 4-5 شهور ازاي؟ يعني هل انت يعني ازاي تتعلم مجال في 4-5 شهور وتلاقي شغل بعدها؟ بصراحه ده كلام كتير جدا الناس بتحاول تقوله. طب انا اديت مثلا 8-10 ساعات في اليوم هقدر الاقي شغل بعدها ب 6 شهور؟ طبعا الموضوع كله ارزاق وبايد ربنا طبعا، لكن لو نيجي ناخدها بالمنطق والواقع يمكن مش اقل من سنه او سنه وشويه كمان، لان انت مش بس بتتعلم ادوات تصميم. التصميم ممكن تاخد منك وقت بسيط، انما انك تتعلم اليو اكس وكمان تعمل مشاريع كامله، حلول كامله، مش مجرد صفحه وصفحتين يعني على بيهانس او دريبل، ده برضه بياخد منك وقت. ابسط حاجه يعني لو انت بتقول تتعلم مجال مثلا في 4-5 شهور، احنا مثلا في مشاريع الحقيقه احيانا المشروع بياخد 4 شهور بس تصميم، 4 شهور تصميم. في مشاريع تانية بتاخد اكتر كمان. مفيش حاجه اللي هو 4-5 شهور وهتلاقي شغل. ممكن تلاقي مثلا انترنشيب ده بعد ما انت مثلا اجتهدت 4-5 شهور، الله اعلم. انا مش بقول لك كده من يعني تشجيعا او حاجه، بتكلم بمنطق وبواقع. الموضوع بيبقى صعب جدا موضوع 4-5 شهور، ولو انت اديت نفسك وقت قليل للاسف انت ممكن تحبط، وممكن اللي هو تضغط نفسك عشان تعمل اكتر، ويمكن انت اصلا ماشي في مسار يعني مش دقيق او مش مظبوط ليك، فانت تليك بتضيع وقت كمان، محبط ان انت حاسس انك بتضيع وقت. فانت ادي نفسك وقت سنه ونص تتعلم المجال، تعمل فيه مشاريع كامله، تكبر البورتفوليو بتاعك. عشان بصراحه بتكلم بصراحه يعني ما تشتغلش في شركات تكون يعني تاذيك نفسيا، الثقافه فيها مش كويسه او الكالتشر فيها مش كويسه، المرتب ما يكونش كويس. ما هو زي ما الشركه بتختارك انت كمان ممكن تختارها، ودوت بيكون بايدك انت بناء على البورتفوليو بتاعك. لو البورتفوليو بتاعك قوي الشركات القويه هتنجذب ليك قوي. لو البورتفوليو بتاعك انت ما عملتش فيه حاجات جامده جدا، للاسف الشركات كمان اللي هي مش مهتمه قوي بمجال اليو اكس ديزاين وهتدي اي مرتب وهتفحتك في حاجات تانية خارج مجالنا اصلا، هتجيلك وهتكلمك. وانت عشان برضو ممكن تكون محتاج الوظيفه زي ما انا كنت في وقت من الاوقات كنت محتاج في هقبل اي حاجه، برضو هتقبل. لكن لو انت مش صح من الاول واشتغلت على نفسك جامد وطحنت نفسك في مشاريع كامله، ومشاريع السوق محتاجها، مش مجرد هعمل ريديزاين لموقع ابل، هعمل ريديزاين لموقع سامسونج، مش عارف ايه، ده مش كل الناس محتاجاه. ما حدش حاليا محتاج شركتين اسمهم ابل او انك تحسن المنتج. انت مش تشتغل في ابل اول لما تبدا تشتغل هناك، لان احنا واقعيين. انا مثلا كايهاب، انا إيهاب مثلا في بيرو في امريكا اللاتينيه، ما عنديش هنا مقر ابل. مصر ما عندناش مقر ابل. طيب مين اللي عندنا؟ شركات بتشتغل كستارت ابس او كايجنسيز وبتشتغل في مشاريع مثلا اي كوميرس، او بتشتغل مثلا في منصات زي الساس اللي هي سوفت وير از سيرفيس او حاجات تانية. فانا هركز على الحاجات دي علشان الاقي شغل في الحاجه اللي البلد بتاعتي اصلا يعني بتشتغل فيها، او الشركات اللي جوه بلدي بتشتغل فيها. فلازم يبقى يكون في منطق في يعني تعبك والبورتفوليو بتاعك ودراستك ومجهودك، علشان ما تحسش ان انت يعني ما عملتش حاجه. كورس واحد كافي؟ لا بصراحه ده مستحيله. ليه مستحيله؟ لان حتى لو مثلا دخلت على الانتراكشن ديزاين فاونديشن هتلاقي ان الكورس ده فوق ال 17 كورس في اليو اكس. لو دخلت مثلا على ان جي او كارير فاوند هتلاقيهم مثلا عاملين كورسات كتير جدا في مجال اليو اكس، لانه المجال واسع وكبير، فكورس واحد مش هيكون كافي. ولو حد قال لك كده فممكن يكون بيضحك عليك، لان حتى لو لقيت كورس مثلا بيجمع بين اليو اكس واليو اي هتلاقيه اصلا مش بيدي لا اليو اي يعني بصراحه يعني بيديله اهميه كبيره، ولا حتى اليو اكس بيديله اهميه كبيره، او لو يعني بيتعمق فيهم قوي. فلو انت محتاج اكتر من كورس، تكون باحث عن الكورسات وشايف ان هي فعلا متعمقه في الحاجه اللي انت عايز تتعلمها، تبقى عارف انت ناقصك تتعلم ايه او تطور نفسك فين وهكذا. لكن في البدايه هتبقى مثلا محتاج كورس واحد بس للبيجنرز، بعدها هتشوف مثلا تقرا مقالات وغيره وتشوف انت ناقصك ايه، تقرا كتب مثلا ومثلا تتفرج على فيديوهات كتيره وهكذا. فكورس واحد فعلا مش كافي، لازم تعوم وتغرق شويه بعد كده تطلع فوق وكله يبقى زي الفل. بس اهم حاجه فعلا زي ما بقول لك كورس واحد مش كافي. اللغه الانجليزيه مش مهمه في المجال.
دي نقطة بجد بسمعها كتير. وردا عليها مثلا كمثال، بصراحة لو أنا كإيهاب مش عارف اللغة الإنجليزية في يوم من الأيام في حياتي، كنتش ممكن أوصل لمثلا إن أنا أبقى شغال بره البلد وأسافر وأعيش بره وفي نفس الوقت أشتغل في شركات كتيرة ويجي لي عروض مثلا من شركات كبيرة سواء في كندا أو حتى في أمريكا أو في أمريكا اللاتينية وهكذا. وحتى IBM جالي عرض فيها، فلو مثلا مش أعرف اللغة الإنجليزية ما كانش يفتح لي باب بره الدول العربية أو بره مصر. فاللغة الإنجليزية مهمة جدا، مش بس إنك تشتغل مع عملاء يعني أسماء كبيرة أو يعني معاهم ميزانية كويسة أو هيبقى في مرتب ليك كويس، لكن كمان كدور لإنك تتعلم. لو أنت متعلم اللغة الإنجليزية هيفتح لك مصادر للتعلم كتير جدا باللغة الإنجليزية، هتلاقيها مجانا على جوجل أو حتى على مقالات على ميديم مثلا، وكورسات على الإنترنت زي الانتراكشن ديزاين فاونديشن، الكاري فاوندري، NG، كورسيرا، وأماكن تانية كتير جدا. لأن فعلا مجال اليو اكس ديزاين لسه مجال نوعا ما بيزدهر شوية شوية أو يعني بينمو شوية شوية جوه الدول العربية. مهمتنا انه نسهل حياه المبرمجين بس. ده في تقريبا كتير جدا الناس بتفكر الحاجات دي، وحتى الشركات نفسها بعض الاوقات بما ان هي شركات مبنيه على يعني تفكير المبرمجين بس، فللاسف بيكون شايفين ان احنا دورنا كيو اكس ديزاينر بدل ما الفرونت اند يتعب نفسه في التصميم مثلا ولا حاجه فبيجيب يو اكس ديزاينر علشان يعمل التصميم. لا، ده مش دورنا. زي ما كنت لسه ذاكر في اول الفيديو، دورنا مهم جدا لنجاح او فشل المنتج وانه ينمو ويزدهر. فالرد بسيط فعليا، مش بس دورنا ان احنا نسهل حياه المبرمجين، هو جزء يعتبر لكن مش ده السبب اللي احنا نتوظف فيه في شركه. عشان لو ده كان السبب فساعتها كان ممكن ننقرض بسهوله جدا ويبقى فيه AI بيبدلنا وهكذا يعني. فبصراحه لا، ده مش سبب خالص يعتبر. تعلم الفوتوشوب والإليستريتور واي برامج شركه ادوبي ومش عارف ايه وهكذا، لا مش محتاج. ليه مش محتاج؟ الفوتوشوب ممكن تكون محتاج عشان تعدل شويه على الصور اللي ممكن تكون انت جايب مثلا من موقع ان سبلاش او مواقع تانية، او عايز مثلا تشيل الخلفيه بتاعه اللوجو او بتاعه الصوره. الالستريتور ممكن ما تبقاش محتاجه قوي لان هتلاقي ايقونات بالالاف مجانيه ورسومات مجانيه على الانترنت تقدر انك تحملها على طول كصيغه SFG وانك تبدا انك تضيفها جوه فيجما. وكمان جوه فيجما انت ممكن تعمل illustrations وتعمل حاجات كتير جدا، لانه اصلا اشبه كانك بتتعامل مع الستريتور لكن مش بكل امكانياته. فانت كمان مش محتاج الستريتور. انا بصراحه كايهاب انا كل اللي متعلمه في الستريتور اللي هو مثلا اعرف اعمل اكسبورتنج واشوف مثلا اعدل حاجات هناك بسيطه. في الفوتوشوب عارف بصراحه عشان القناه، لكن غير القناه فانا ساعتها مش هبقى عارف الفوتوشوب او الادوبي بريمير برو او الافتر افكت وهكذا. الستريتور ممكن بستخدمه شويه عشان الرسومات اللي بعض الاحيان مش بلاقيها جوه فيجما، فبطل انا اطلع واشوف مثلا في موقع ستوري سيت او فري بيك بعض الرسومات اللي هلاقيها بس للاسف بصيغه الاي او صيغه الالستريتور، فساعتها هحتاج ان اكون عارف ازاي استخدمه. غير كده بصراحه مش كل الاوقات تلاقيك بتشتغل في مشاريع محتاجه ان يبقى عندك الالستريتور متثبت على جهازك اصلا، لانه احيانا بتكون كل حاجه انت بتبدا من الصفر فانت بتحدد اللي انت هتستخدمه وهكذا، فمش بتبقى محتاجه قوي هو الفوتوشوب صراحه يعني. مفيش شغل كتير، ده حاجه بجد بشوفها حتى في جروبات الفيسبوك. انا مش منتقد حد ومش قصدي كده ان انا هقول الدنيا حلوه والبحر طحينه ويلا تعالى نقعد مع بعضنا على الترابيزه وناكل وهكذا، مش كده خالص. في شغل بس ده للناس اللي هي فعلا عندها المتطلبات اللي تخليهم يجيبوا الشغل دوت. لو انت مثلا كمستوى جونيور فللاسف هيبقى صعب جدا بالنسبه لك. فانت مثلا لو لسه بتتعلم وراح تدور على شغل هتلاقي متطلبات لسته كده زي بتاعت قائمه الجواز تقريبا يعني كبيره قوي هتتخض منها. فانت لازم تجهز نفسك وتاسس نفسك صح عشان لما تبدا تقدم في سوق العمل تكون جاهز بالفعل، لكن مش تبقى خلصت كورسين ثلاثه وتحاول تلاقي شغل. وللاسف ممكن بعض الاتش ارز او الناس اصحاب الشركات او العملاء ما يردوش عليك. انت ممكن تحبط تقول لا مفيش شغل مش عارف ايه، مع ان الفكره نفسها ان انت لسه مش مستعد تاخد الوظائف ديت او المشاريع ديت. والناس ديت مش عايزه واحد يعني يكون لسه بيبدا بس، عايزين واحد يكون عنده سوليد فاونديشن كاساسيات وفي نفس الوقت قادر ياخد مشروع كامل ويوضح دوت، او عنده مشاريع كامله فعليا مهمه مفيده جوه البورتفوليو بتاعه والسي بتاعه بيوضح دوت، علشان هما الاثنين البوابه بتاعتك للشركه دي انك تشتغل فيها او انك تاخد المشروع دوت. ففي مشاريع في شغل، لكن للاسف هو محتاج مهارات. لو دخلت على مثلا البرمجه او اي مكان تاني تلاقيهم بيطلبوا اكتر من حاجه، مش بس اللغه لكن كمان الفريم ورك، ممكن بيطلبوا حاجات تانية كتيره. فدوت حاجه في كل الاسواق في كل المجالات. فانت لازم فعلا تاسس نفسك صح، تعلم ومش تتسرع انك تروح لسوق العمل، لانه بجد حصل كتير جدا معايا ناس اتسرعت وراحت لسوق العمل وجالها شغل الحمد لله نشكر ربنا يعني، لكن ما عرفتش انها تكمل في الشغل دوت، ما عرفتش تاخد المشروع ده كفريلانس، انه ما كانش عندها القدره انها تاخد الحجم دوت من المشروع او المستوى دوت حاليا. بس هم اتسرعوا، ممكن يكون بسبب مثلا ظروف شخصيه او غيره، لكن الطريقه الصح ان انت تاسس نفسك تجهز نفسك تبدا انك تاخد مشاريع، مش تتعلم في مشروع العميل جاي لك فيه، لان انت كان ممكن تخسر المشروع وللاسف ممكن ما يجيلكش مشاريع بعدها بفتره او انت تحبط وما تكملش.
مش لازم تعمل مشاريع كتيرة كاملة على بيهانس، دي نقطة مهمة جدا. كتير جدا الناس للأسف يعني تعمل مشاريع مش كاملة بالصورة أو صورتين في بيهانس، أو مش بس في دريبل لكن كمان في بيهانس، ودي مشكلة كبيرة. ليه مشكلة كبيرة؟ لأنه الشركات بتدور على واحد يشتغل في مشاريع كبيرة، وبين دوت وأبرز دوت في حلول للتحديات اللي بنلاقيها في المشاريع ديت. يعني كمثال، أنت لو هتروح تشتغل في شركة دلوقتي، مش هقول لك مثلا صمم لي صفحة رئيسية بس، ما هو الموقع في صفحات تانية كتيرة، تطبيق موبايل في صفحات كتيرة جدا. هو عايز يشوف في البورتفوليو بتاعك انت ازاي بتحل المشاكل ديت بالديزاين بتاعك، انت ازاي حلتها، ازاي لقيت المشاكل ديت، ازاي برضو لقيت حلولها، وعملت ايه، وهكذا. فلو انت البورتفوليو بتاعك ما فيهوش مشاريع كامله، ديت نقطه سلبيه للاسف للبورتفوليو بتاعك، وبرضو ياثر عليك في فعليا الاتش ارز او العملاء المحتملين او المستقبلين اللي هيكلموك. ممكن بعضهم يتراجعوا ان هم ما يكلموكش علشان النقطه ديت. فانت بجد لازم لو انت عملتش كده تلحق نفسك من دلوقتي، تعمل مشاريع كامله، تحل مشاكل حقيقيه، مش بس انك تعمل ديزاين واحد ولا اتنين، مثلا صوره او صورتين وهكذا. اعمل اكتر من مشروع كامل، وهتلاقي دوت بيفيدك بشكل كبير قوي، مش بس في ان يجيلك وظايف، لكن هتلاقي كمان انك بتتعلم كتير من ان انت تستمر في انك تصمم مشروع كامل، فانت تبقى فاهم الحاجات دي بتحفظها، فبعد كده لما تيجي تعمل الحاجه دي مره تانية هتبقى اسرع من الاول. في نفس الوقت هتلاقي ان انت عرفت اخطائك فين، عيوبك فين، او النقطه اللي المفروض تحسن نفسك فيها فين، وتبقى حافظ الطريق وتقدر تعدل في الطريق ده وتحسن منه كيو اي ديزاين يعني، وهكذا. اعمل بس اللي العميل عايزه، لانه عارف كل حاجه وما تقترحش عليه حاجه. دي نقطة بصراحة واجهتها أول ما بدأت أشتغل، وصاحب الشركة عندي مش مصري حتى، ده في أمريكا اللاتينية، كان بيقول لي اسمع كلام العميل، العميل ده أمريكي، ومشيه يعني على قد عقله أو اسمع له يعني. فالعميل بصراحة كان عايز يطلع في الماركت بأكتر من فيتشر، وعندنا ديدلاين محدد لازم نطلع فيه في قبل السمر في أمريكا أو الصيف يعني. فبصراحة من البحث اللي عملناه وللسوق والمنافسين وهكذا، في فيتشرز مش رئيسية مش مهمة لسه حتى ما عملناهاش أصلا، هو عايزها ومش هتنجح مشروع دلوقتي، مش هتكسبه حاجه اصلا، هتزود عليه فلوسه لينا احنا كشركه. طبعا دي نقطه تبقى انا جاي على شركه شويه، بس وقتها بصراحه ده كان الصح الواحد يعمله، دي نقطه مهمه جدا. فانا اتكلمت مع مديري وقلت له انا هتكلم مع العميل كذا كذا، واتمنى كمان انك تكون مقتنع. فلو انا ما دخلتش صدمت العميل مره واحده وخليته يشوط في مديري ولا حاجه، لا بالعكس، حتى المدير نفسه احترم جدا رايي، يمكن يكون هو كان بيختبرني ولا حاجه. لكن وقتها انا اتكلمت مع العميل قلت له بعد اذنك لازم تبقى فاهم حاجه مهمه جدا، اللي انت طالبه ده هياخر من الديدلاين، دي واحد. في نفس الوقت في ميزات انت عايز تقدمها، مش الكور فاليو بتاعتنا، مش السولوشنز اللي هي هتنجح مشروعك في الوقت الحالي، هي ديت مثلا يعني حاجات غير رئيسيه ممكن تضيفها مع الوقت. اهم حاجه دلوقتي انك تطلع في السوق قبل السمر زي ما انت كنت بتقول لنا، في نفس الوقت انك تطلع بالفيتشرز ديت. فالمفروض يكون تركيزنا، لان احنا فعلا عملنا البحث بتاعنا، عرفنا السولوشنز ايه اللي اليوزرز ممكن يكونوا محتاجينها، عملنا لها اختبار وكله زي الفل، فتمام. فاحنا عايزين دلوقتي ان احنا نزود، وده اصلا ام في بي يعني مينيمم فايبل برودكت، يعني نسخه اوليه يعتبر. فانت ما تطلعش بكل حاجه في السوق وده يكون نسخه اوليه، مش هسميها نسخه اوليه طبعا كده خالص. فالحمد لله هو اتفق وكان مبسوط جدا وحب يشتغل معانا تاني وتالت. فمش دايما العميل وهو جاي يكون عارف كل حاجه، بعض الاوقات العميل اللي هو ايه متحمس عايز يعمل كل حاجه، لان هو ليه لا، هو ممكن ما يكونش فاهم قوي في التكنولوجي اللي احنا بنستخدمها او الديزاينز والحاجات دي كلها، لكن هو مش عايز يخسر فلوس، هو مش عايز يخسر هدفه وحلمه في المشروع دوت. فلما انت كيو اكس ديزاينر تيجي توضح له التحديات والصعوبات، وازاي انه لو احنا طلعنا بنفس الحاجه اللي هو عايزها هنخسر بداتا، تمام، بداتا زي ما كنت لسه بتكلم، هو هنا هيبقى متفاهم جدا وهيوافق. مش هقول لك حاجه طبعا، ده برضو بيبقى راجع لمديرك وللشركه عندك، لو هم قشطه ماشي متفقين معاك ومحترمين جدا الحاجات دي وبيتفقوا معاك لانهم عايزين نجاح العميل، لانه لو العميل نجح هيرجع يشتغل معاهم او هيقترح الشركه ديت لاصحابه اصحاب الشركه التانيين وهكذا. فده برضو بيرجع للمدير بتاعك او لصاحب الشركه لو هو فعلا عايز يمشي كده او عايز يعمل اللي العميل عايزه، لانه مش دايما العميل فاهم كل حاجه، لانه في الاخر العميل واحنا كلنا انسان، انا متخصص في حاجه هو متخصص في حاجه وهكذا. فتخصصي المفروض ان انا اعمله على اتمم وجه وبضمير قدام ربنا طبعا، مش بس قدام مديري او اي حد، اللي ربنا بيقوله لي لازم اعمله كضمير بصراحه. مش لازم تقرا كتب وتنوع من طرق مذاكرتك، دي نقطة ناس كتير جدا بتواجهها. في نفس الوقت تقول له يا عم انا بمل من الكتب، يا عم بمل اصلا من المقالات، مفيش فيديوهات، طب ما مفيش بودكاست مثلا ولا حاجة. بصراحة مفيش معلومات هتلاقيها في مكان واحد، وبعض الأحيان هتلاقي في فيديوهات على اليوتيوب أو حتى في مكان تاني تبقى واخدة أجزاء صغيرة كده من معلومات معمقة جدا في الكتب اللي أنت ممكن تكون زهقان منها أو ملان منها. أنا عندي هنا كتابين على الديسك بصراحة نفسي أقراهم، بس اليومين دول ما عنديش وقت. يعني مش لوحدك، في وقت بيجي علينا مش عارفين نقرا او متحدين نفسنا، يا عم مش عايز اقرا، يا عم مش زهقان من الحاجات دي كلها. بس نرجع نقول الحقيقه، الكتب ثمينه جدا ولا تقدر بثمن، وهتلاقي انها ارخص اصلا من الكورسات اللي هي معموله احيانا على الكتب اللي احنا ممكن نقراها بسعرها رخيص. لو انت هتشتري على الكندل برضو هتشتريها كمثلا كتاب في ايدك وهكذا. بصراحه الكتب
ثمينة جدا. في نفس الوقت البودكاست مهم جدا، المقالات مهمة، مش بس كورسات على اليوتيوب ومقالات بس، لا كمان كتب. نوع من طرق مذاكرتك، ده هيوصلك مش بس اسرع، لكن هيوصلك للطريق المسدود اللي يعرفك انت مثلا ناقصك ايه، او تبدا منين تاني، او تحسن نفسك في ايه، وهكذا. كل ما انت بتنوع كل ما انت يمكن بتقرب نفسك لهدفك بشكل اسرع من بعض الناس التانية اللي هي معتمده على طريقه واحده معينه وثابته بصراحه. وده اللي افادني جدا في حياتي، ان انا انوع من طرق مذاكرتي، انوع من طرق اللي انا بعمله، علشان ابقى قادر استوعب اكتر، افهم اكتر من شخص بخبره عشرات السنين من الناس ديت. انا هستفاد اكتر. ركز قوي على اليو اي اللي دوت العميل اللي عايزه، وده اللي الشركات بتوظفنا عشانه. لا برضه احنا لسه بنتكلم في الموضوع اللي هو ازاي لو احنا بس ركزنا على الشكل الجمالي مش هننجح المنتج، لانه هنطلع بس نسخه من باقي المنتجات اللي في السوق اللي يمكن تكون اصلا ما سمعتش عنها يوم انطلاقها، تلاقيها فشلت تاني يوم او في نفس الوقت. اللي في المنتج بتطلع يوميا، تطبيقات موبايل او مواقع او اي حاجه من الحاجات دي كلها، وللاسف ما بتنجحش، ما بتشوفش حتى النور، محدش بيديها الفرصه لانها مش بتحل مشكله، مجرد شكل جمالي. والناس مش متعوده ان هي بس تبص الحاجه الجميله، لكن كمان الحاجه العمليه والحاجه اللي هم محتاجينها. مش بس ده شكله جميل انا هستخدم المنتج دوت، ليه بعد ما استخدمه مثلا بفتره بسيطه ما بقاش ليه سبب، ما عندوش سبب ان هو يستخدم المنتج دوت تاني. مفيش سبب، اديله سبب. السبب دوت هو مشكله هو بيواجهها ومحتاج حلها، وانت الوحيد اللي بتقدم حلها بطريقه كويسه، السلسه، سهله التعلم، وكمان مش صعبه قوي، ما بياخدش منه وقت، ومش حاجه بتبقى يعني بتصعب عليه حياته. امشي ورا الترندات وما تركزش في تجربه المستخدم في تصاميمه. نقطه بجد بنواجهها كتير قوي، بيبقى عاجبنا قوي الترندات اللي بتطلع في التصميم، ونبقى هنموت ونعمل حاجه زيها، وبنعمل فعليا، بس للاسف ده بيضر اصلا البورتفوليو بتاعنا، لانه العميل مش عايز حاجه بس شكلها جميل، عايز حاجه اكسسبل، حاجه الناس تقدر تستخدمها. لو انا كإيهاب عندي ستيجماتيزم في عينيا، او مثلا يعني عندي ديسابيليتيز في ايدي او في عيني او في رجليا او حاجه زي كده، بتكلم على المنتجات بشكل عام مش بس منتجات رقميه، فاللي هو مش بس انه حاجه تكون جميله، لكن كمان تكون عمليه، وكمان انا ابقى قادر كمستخدم استفاد بيها. ما عنديش مانع ان التصميم بتاعك يكون جميل جدا، بس اهم حاجه يكون عملي جدا، ما يبقاش اللي هو بيخبي الحاجات اللي انا محتاجها عشان بس يطلع جميل وانا مش مستفاد بيه. يعني كمثال مثلا بعض الملابس تلاقي ان شكلها مش جميل قوي، بس عشان هي علامه او براند يعني تلاقي عليها اللوجو بس سعره غالي قوي، فالواحد يبص لها كده، لا يا عم انا هشتريها ليه؟ في حاجه جنبها الناحيه اليمين ارخص منها باضعاف، شكلها جميل وحلوه قوي وجميله وعمليه من ناحيه السعر، لان انا مركز على السعر كمشتري. فساعتها لو انت مش بتقدم الحاجه اللي الشخص دوت محتاجها عشان يستخدم منتجك او يشتريه، للاسف مش هيشتريه، ما عندوش سبب، ما عندوش غايه او هدف، وانت ما اديتوش اصلا هدف او غايه. فالترندات حلوه، لكن ما تخليهاش تكون 100% هي السبب الرئيسي انك تصمم حاجه. استخدم الترند في انك تعمل حاجه حلوه جميله تفيد المستخدم بمشاكل بتحلها له، وكمان ما تبقاش صعبه عليه، وكمان مش تبقى مثلا صعبه على المبرمجين ان هم كمان ينفذوها. لبعض الترندات بتكون مستحيله اصلا المبرمج يقدر يعملها في الديدلاين المطلوب مننا ان احنا نصمم ونكود فيه المشروع. ممكن يحتاج ياخد وقت اكبر، او يحتاج اكتر من شخص عشان يقدر يعمل الكلام ده كله. فالموضوع بيبقى صعب بصراحه. موضوع انك تبقى بتمشي ورا الترندات لازم تكون واخده من اكتر من زاويه اللي هو المستخدم محتاج الحاجات ديت، هل انا اقدر اوفر للمستخدم حلول مع الترند دوت والشكل الجميل دوت كديزاين وهكذا، ولا هيبقى صعب قوي ان انا هخبي الستبس اللي هو محتاجها فعليا عشان بس الابيلينج او المنظر الجميل بتاعها. وفي نفس الوقت هل المبرمج يقدر يقوم بالحاجه ديت؟ هتاخد منه وقت كبير، طب هل احنا عندنا الوقت دوت ولا لا؟ الحاجات دي بجد مهمه جدا. فمعلش طولت عليكم، بس فعلا دي يمكن 15 نقطه، دول كانوا 15 نقطه بنتكلم فيهم عن بعض الحاجات الشائعات او الاخطاء والحاجات اللي ممكن تسمعها ممكن تاثر عليك سلبا في المستقبل بتاعك او كاريرك يعني. وبس، لو فيديو عجبك اتمنى انك تشترك في القناه، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.